شكرا لك يا احمد خليل. بالفعل يعني الف مبروك لنادي الجيش. كابتن اهلا وسهلا فيك عبر قنوات بين سبورتس. يعني نادي الجيش حقق هذه البطوله من قبل، الان يصل الى مرحله النهائي يواجه الاخويا، الامور تسير بالشكل المطلوب بالنسبه لكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر جميع اللاعبين وجميع الطاقم وجميع مكونات فريق الجيش على هذه المقابله الكبيره، واكيد نحن ان شاء الله عيننا وهدفنا على هذا الاكس. هذه مرحله اولى، نتمنى ان شاء الله في المرحله المقبله التي هي النهائي ان نفوز بها ان شاء الله ونقوم بمقابله كبيره ان شاء الله. عبد الله، انت على المستوى الشخصي اليوم اخذت جائزه افضل لاعب في المباراه، لكن بصراحه وهذه كلمه حق نقولها انه عبد الرزاق حمد الله سوى نقله كبيره بالنسبه لهجوم نادي الجيش، وتشكر على هذا الجهد الكبير صراحه. الحمد لله. اولا اشكر جميع اللاعبين اللي حقيقه هم اللي يساعدوني كثير باش نظهر بالصوره الجيده، واكيد ما على لاعب الا المساعده، وحقيقه فهجوم فريق الجيش فهو قوي جدا، فانا ضفت اضافه صغيره لهذا الهجوم، وان شاء الله نتمنى في هذه المباريات المتبقيه نكونوا في حسن ظن المشجعين ديال فريق الجيش ونفوزوا بلقب او لقبين هذا الموسم ان شاء الله. بعد المباراه كنديروا الاتاي والحريره مرحبا بكم كاملين، بارك الله فيك. شكرا لعبد الرزاق حمد الله نجم نادي الجيش الذي انتصر في هذه المباراة ووصل إلى النهائي بنفس تقريبا سيناريو العام الماضي حينما وصل إلى النهائي الأخويا وكذلك الجيش، وننتظر قمة كبيرة في النهائي. تفضل يا أحمد خليل. شكرا لك عمر مقري، والهدرة ديالك مزيانة ويعطيك الصحة إن شاء الله، وللكابتن عبد الرزاق حمد الله النجم الخلوق الذي طبعا يتبادل ثباته بأهداف دوري نجوم خاطر والهدافين. نتذكر